حكايتنا النهاردة عن الفتوات. هبدأ الحكاية واتكلم عن فتوة من فتوات حي من الأحياء الجميل اللي لسه بنتكلم عنه في الفيديوهات، وهو حي البشوات والقصور، حي أولاد البلد الجدعان الطيبين، حي عابدين. كان فتوة عابدين أو آخر فتوات الوقت ده اسمه أمين الملطي. اتسمى بالاسم ده لأنه اتنفى في مرة الملطة بسبب مشاكله اللي كانت كتير قوي، وما كانش قادر وقتها القنصل البريطاني في القاهرة إن يحميه بسبب مشاكله الكتير. كان أمين بيتمتع بالحماية الإنجليزية أيام الامتيازات الأجنبية، وما كانش يقدر البوليس المصري يتصرف معاه إلا في وجود القنصل البريطاني أو من ينوب عنه. ولو كان خد القنصل البريطاني من إيده وخرج بيه من اسم عابدين، ما كانش يقدر مأمور الاسم يمنعه وقتها، وإلا هيكون اعتدى على هيبة بريطانيا العظمى. ولما كترت المشاكل والجرائم اللي كان بيعملها أمين، اضطرت دار المندوب السامي البريطاني لنفيه الملطة، فقعد في المنفى كام شهر ورجع تاني للقاهرة ولقب نفسه بأمين الملطي. كان بيتباهى إن تم نفي الملطة زي ما اتنفى فيها الزعيم سعد زغلول. وكان أمين الملطي بيمشي في شوارع وحارات حي عابدين لابس جلابية بيضة وطاقية بيضة، وحذائه كان برضو أبيض، وما كانش بيمسك عصاية في إيده. لكن في زفاف العرايس اللي اتكلمت عنه في الفيديو اللي فات في عربية زينب هانم، كان بيمسك عصاية في إيده وهو ماشي قدام عربية زينب هانم وهي بتزف العروسة. كانت العصاية اللي ماسكها في إيده من الشوم اللي كان بيستخدمها عساكر بلوكات النظام في الجيل الماضي، والعصاية الشوم كانت من الخشب اللي مش بيتكسر، ولغاية النهاردة لسه في ناس بيستخدموا العصاية دي في الصعيد. ودي كانت حكايتنا عن فتوة من فتوات زمن فات. المصدر كتاب حرافيش القاهرة للكاتب عبد المنعم شميس.